الذكاء الاصطناعي AI هل هو مفيد ويسهل حياتنا ويسرع مهامنا، أو إنه سلاح خطير ممكن يستعمل ضدنا؟ هل إنه شيء كويس أو شيء سيء وممكن يأخذ وظائفنا ويضيع تعبنا في الجامعات والمدارس ويسيطر على عالمنا؟ هذا الشيء راح تعرفه في هذا المقطع. ويلكم باك، معاكم ريكس، مقطع فيديو جديد، وهذا المقطع راح يكون عن خطورة الذكاء الاصطناعي. لايك، سبسكرايب، شير، وخليكم مع المقطع. راح أبدأ هذا المقطع بشرح تفصيلي عن الذكاء الاصطناعي عشان كلكم يكون عندكم صورة واضحة عن إيش هو الذكاء الاصطناعي. راح أبدأ من نقطة الصفر، ألا وهي الإنترنت. الإنترنت مكون من 3 طبقات رئيسية، وهي السيرفيس ويب، ديب ويب، دارك ويب. ولكن في بعض الناس تقول إنه هو من 6 طبقات، والبعض الآخر يقول إنه يوصل لحد 8 طبقات. ولكن اللي يهمنا في هذا المقطع هي 3 الطبقات الرئيسية، ألا وهي سيرفيس ويب، ديب ويب، دارك ويب. ونبدأ بالأولى وهي السيرفيس ويب. السيرفيس ويب هذه اللي هي الإنترنت الأساسي اللي كلنا نستعمله. والطبقة الثانية اللي هي الديب ويب، والبعض يحسبها خطيرة ولكن هي شيء عادي. الديب ويب باختصار، وانت تشاهد هذا المقطع على منصة اليوتيوب أو أي منصة أخرى، لو إنك دخلت اليوتيوب وتابعت هذا المقطع بدون لا تسوي تسجيل دخول، فأنت هنا في طبقة السيرفيس ويب. ولكن سجلت الإيميل ودخلت سويت تسجيل دخول على منصة اليوتيوب، وبعدها جيت على هذا المقطع وتابعت هذا المقطع، راح تكون انت في طبقة الديب ويب وليس السيرفيس ويب اللي هي الطبقة العادية. باختصار، الديب ويب هو انك تكون مسجل في الموقع والمنصة، هذا الشيء راح يكون في طبقة الديب ويب. ولكن المنصة الخطيرة أو الطبقة الخطيرة في الإنترنت هي الدارك ويب. الدارك ويب هذه يكون فيها أي شيء يخطر على بالك من ممنوعات وأشياء جدا خطيرة، أكيد أغلبكم سمع عنها. طبعا مقطعنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي، فرح نتكلم عن التولز اللي موجودة في كل طبقة، وهي بالتحديد طبقتين اللي هي السيرفيس ويب والدارك ويب. طبعا عندنا في السيرفيس ويب شات جي بي تي أو جيميناي أو أي منصة أخرى. إيش هذه المنصات بالضبط؟ أو إيش هذه برامج ال AI اللي تكلمت عنها قبل شوية؟ هذه هي عبارة عن، أغلبكم جربوا الشات جي بي تي وجيميناي وبارد حق جوجل. المهم هذه كلها موجودة في السيرفيس ويب، وهي عبارة عن شات ذكاء اصطناعي بسيط ممكن يحل لك بعض الواجبات وبعض المشاكل البرمجية أو يكتب لك كود حتى، وأكيد أغلبكم جربوه. وكل اللي تحتاجه اتصال بالإنترنت فقط، و API هي اختصار Application Program Interface يخليك تتواصل مع هذا الشات. وننتقل للتول الثانية اللي هي التوأم الشرير لشات جي بي تي، وهذه التول أو الأداة موجودة في الدارك ويب وليس الديب ويب. والتوأم الشرير لشات جي بي تي يسمى وورم جي بي تي. وطبعا استخدام هذه الأداة بشكل خاطئ من بعض المستخدمين أدى إلى زيادة الجرائم الإلكترونية بنسبة 90%. إيش هو الوورم جي بي تي؟ بالنسبة للأداة الأخطر والغير قانونية اللي ممكن منها تكتب إيميل انتحالي بشكل رسمي وواقعي من أي بنك أو شركة في بالك. وما يوقف هذا الموضوع لين هنا، يبرمج لك فيروسات وبرامج ضارة. وورم جي بي تي هو النسخة الشريرة زي ما قلت لكم من شات جي بي تي، يشتغل بتقنية الجي بي تي جي. هذه التقنية جديدة وبدأت ب 2021. هذا الورم جي بي تي يخزن أي كبيرة وصغيرة كانت موجودة على الإنترنت حتى ولو تم حذفها. حسب تصريح المؤسس إن وورم جي بي تي يخزن جميع المعلومات الموجودة في العالم من جرائد وكتب، مجلات أو روايات، صوتيات وفيديوهات ومحادثات ومنتديات وكل شيء يخطر في بالك. عشان كذا نشوف أغلب الهاكرز عندهم مساحة تخزينية كبيرة جدا وموجودة بأكثر من جهاز واحد، لأن حجم هذه المعلومات كبير جدا. تركيز وورم جي بي تي على الفيروسات وتحليل البرمجيات وقاعدة بيانات بجميع الحوادث السيبرانية السابقة والاختراقات وتقارير إصلاحها وتحديثات البرامج وثغراتها وبرمجيات التجسس وغيرها. وفوق كل هذا البرنامج يوم عن يوم جالس يتعلم أكثر وأكثر
عشان تستخدم وورم جي بي تي راح تدفع $700 سنويا، وحسب علمي هذا أغلى برنامج AI موجود حاليا. وعشان تستخدمه بعد ما تدفع $700 هذه لازم تستخدم واحد من الطريقتين هذه. تحمل البرنامج على الديسكورد ويحتاج يكون متصل بالإنترنت في هذه الحالة. والطريقة الثانية تحمل لغة البرمجة بايثون وتحمل الجي بي تي جي وتنزل الوارم جي بي تي عليها. ولكن في هذه الحالة ممكن تستخدمه بدون اتصالك بالإنترنت نهائيا. انت لو كنت فريق دفاع سيبراني ممكن تحمي نفسك وشبكتك أو شبكة شركتك باستخدامك لوارم جي بي تي. لكن لا تنسى أن فريق الهجوم السيبراني ممكن يتلاعب بنفس البرنامج ويخليه يقدر يتخطى حمايتك ويكسرها بكل سهولة. خليني أقارن لكم شات جي بي تي وورم جي بي تي مع بعض عشان تعرف الفرق الخطير بينهم. وخلينا نبدأ بالتوأم الطيب اللي هو شات جي بي تي. يستخدم ميثود اسمها ديب ليرنينج، والديب ليرنينج هذا تقدر تسوي من خلاله شات بوت أو قصص أو كود برمجي. والميثود هذه فيها مشاكل زي الأخبار والمعلومات الخاطئة، وممكن تسوي فيه إيميلات نصب بسيطة. هم يفترض إنهم حاطين على شات جي بي تي نظام حماية من الإيميلات النصب والأخبار والمعلومات الخاطئة، بس برضو يمديك تلف وتدور عليه وتخليه يعطيك إيميل نصب أو أي شيء تحتاجه. إذا كانت نيتك شريرة، بس برضو الخطر من شات جي بي تي يظل محدود إلا إذا كان الشخص اللي يستخدمهم فاهم. والشخص الفاهم ما أتوقع أنه محتاج جي بي تي عشان يضرك، راح يستخدمه عشان يسرع العملية فقط. وخلينا نروح للتوأم الشرير وورم جي بي تي. فالموضوع هنا جدا كبير. لو عندك صفر خبرة بالمجال بتقدر تسوي أشياء تضر فيها العالم وانت مو عارف حجم الضرر اللي سببته أساسا. باختصار اعتبره المارد الأزرق اللي يحقق أمنياتك. المارد الأزرق وورم جي بي تي. هذا مين أسسه ومتى طلع لنا؟ أتأسس من جماعة إيلوثر AI في سنة 2021. هذا البرنامج فيه أكثر من 6 مليار بارامتر وما فيه أي قيود. مجرد ما تدفع سعره بيكون مفتوح لك بكل ما فيه. في واحدة من أشهر الصفحات في عالم الهاكينج، الشخص اللي أسس وورم جي بي تي قام ونزل صور ومقالات عن البرنامج الخطير هذا وكان بيبيعه من خلال هذه الصفحة، وكاتب في البرنامج بيتعدى جي بي تي بكل شيء. وعلى كلام الناس اللي جربوه يقول إن إيميلات النصب اللي كتبها وورم جي بي تي كانت 100% صحيحة. تم اختبار إيميلات البرنامج على المواضيع هذه: إيميلات تغيير كلمة المرور، وإيميلات الدعم، وإيميلات العروض الوظيفية. وجابوا متطوعين لهذه التجربة، وحتى مع علم المتطوعين بأنه رح تجيهم إيميلات نصب وطلبوهم يقيموا الإعلانات اللي تجيهم. والتقييم كان من 1 اللي هي الإيميلات النصب إلى 5 اللي هي الإيميلات الحقيقية. والبرنامج وورم جي بي تي قدر ياخذ تقييم 4.2 من 5. وما يوقف الموضوع هنا، حتى يسوي لك بزنس ايميل كومبروميس. هذا النوع من الهجمات يخسر الشركات مبالغ خيالية جدا. حسب تصريح الاف بي اي الخسائر وصلت اكثر من 1.8 مليار دولار. واذا تشوف انه الاي اي شيء خطير لهذه اللحظة، فراح اجيب لك شيء اقوى واقوى، الا وهو الديب فيك، تقنية جديدة بعيدا عن الشات بوتس، وهي تقنية التزييف العميق. ديب فيك رجع
رجعنا بالزمن لأيام بداية الفوتوشوب، كان العالم بيتجنن كيف ممكن تفرق بين الحقيقة والتزييف، وممكن في مجرمين يستغلوا هذا الشيء ويبتزوا الناس. ولكن الوضع الحالي أسوأ بمراحل، لأن الديب فيك بيقدر ينسخ صوتك وصورتك ويقدر يعمل فيهم فيديو كامل بالضبط زي ما قلت لك وبطريقة احترافية وبضغطة زر كمان. يعني ما انت محتاج انك تاخد ساعات حتى تسوي الموضوع. الديب فيك سبب مشاكل كثيرة وناس كثيرة رفعت عليه قضايا ولكن بدون فائدة. وبعض الأمثلة المستخدمة في الأيام الأخيرة، رئيس أوكرانيا زيلينسكي طلع له مقطع مزيف وهو يقول نحن نستسلم، أو مقطع مستر بيست اللي خلوه يعلن عن منصة تداول أو شيء زي كذا وقال تعال انضم معايا $2 فقط بالعملات الرقمية، وحققوا من وراها فلوس كثيرة. وفي مقاطع لناس على أساس إن تم اختطاف أطفالهم، والمجرمين أرسلوا مقاطع صوت وصور لأهلهم وهم بالدوام مثلا، فيحسبوا الموضوع من جد إن أطفالهم تم اختطافهم. كيف تكتشف الديب فيك؟ أول شيء عندك أداتين تكشف لك الديب فيك. الأداة الأولى ديب وير سكان، الأداة الثانية فيس فورنسيكس، أو إنك تركز بالفيديو بعينك. طبعا الديب فيك والذكاء الاصطناعي راح يتطور بشكل مرعب الأيام الجاية وراح يبطل تقدر تعرف بعينك. الحل في الأول والأخير هو التوعية ونشر المعلومات هذه ونشر المقطع عشان الناس ما تصدق أي شيء تشوفه. وأهم شيء إنك ما تنشر تفاصيل حياتك على السوشيال ميديا، لأن أي شيء في الإنترنت حتى لو انحذف ممكن يتم استغلاله. طيب يا ريكس، إيش ممكن يصير في المستقبل؟ بتصريح من إيلون ماسك بعد استناده على دراستين من جامعة إكسفورد الأمريكية وبيل البريطانية، قال إن الذكاء الاصطناعي حيتفوق على جميع البشر، ما هي إلا مسألة وقت. هل بيصير ما في مهندسين ودكاترة ومبرمجين وتعبنا ودراستنا للجامعة بتصير بدون قيمة، والعالم بيصير مدار بشكل كامل من الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟ أو إيلون ماسك حب يهزر ويضحك علينا؟ طيب لو بيضحك علينا ليش حذرنا من الذكاء الاصطناعي تحديدا ومو أي تقنية ثانية؟ على كلامه إنه في 2025 راح يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادرة على التعامل والتحدث بأكثر من لغة، صيني وعربي وإنجليزي وروسي وغيرهم كثير. ويقول في 2026 هذه الروبوتات راح تبدأ تدير أشياء كثيرة من تدريس في المدارس والجامعات وبعض أشغال المصانع والشركات. طيب خذ الصدمة من كلام إيلون ماسك إن في 2050 راح تكون قادرة على عمل العمليات الجراحية للبشر بدون تدخل بشري. وقبل فترة ما هي بعيدة طلعت قناة صينية أخبارية، المذيع حق الأخبار كان روبوت وما حد لاحظ هذا الشيء من المشاهدين. هل تشوف إن هذا الشيء مبشر بخير؟ وبرضه في الصين مرة ثانية، الصين عملت أول محكمة مدارة بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي، والقاضي عبارة عن روبوت، وهذا الروبوت قادر على الإحساس بخوفك وقلقك ويسجل جميع الجلسات بقاعدة البيانات ويصدر حكم براءتك أو إدانتك بدون تحكم بشري زي ما قلت لك في السابق. وتصريح ثاني من إيلون ماسك، وشكله إيلون ماسك مطول معانا بهذه الحلقة، ويقول في هذا التصريح إنه ساعد ودعم البرنامج القائم على صناعة الرقاقات اللي تنزرع في عقول البشر اللي تخليهم يتحكموا فيه بشكل كامل من أفكار وطريقة تفكير، والأشياء توصل أبعد من كذا بكثير، غسيل دماغ بالمعنى الحرفي. وأزيدكم من الشعر بيت، إيلون ماسك مرة ثانية نزل مقولة وكتب فيها الناس الأذكياء ما يصدقوا إن الكمبيوتر ذكي زيهم، رغم إن الكمبيوتر أذكى من البشر بآلاف المرات. وقبل لا نختم حلقتنا لهذا اليوم لازم نتذكر أن التقنيات اللي تكلمت عنها اليوم ما هي أدوات عادية أبدا، هي سلاح ذو حدين، ممكن تسهل حياتك وممكن تدمرها بالكامل. الذكاء الاصطناعي ممكن يقدم فرص كبيرة لتطوير حياتنا، بس في نفس الوقت في مخاطر كبيرة، ومن أخطر هالمخاطر هو التزييف العميق أو الديب فيك اللي ممكن يستخدم لتشويه الحقائق أو لإيذاء الناس. الخطر الحقيقي مو في التقنية نفسها بل في كيف نستخدمها وكيف نحمي نفسنا ومجتمعنا منها. الوعي والانتباه هو أقوى سلاح نقدر نستخدمه لمواجهة هذه التقنيات. لازم نكون واعين
باللي يصير حولنا ونتأكد من مصادر المعلومات اللي نسمعها أو حتى نشوفها. في النهاية التكنولوجيا بيد الإنسان، وعلى قد ما تقدر تبني برضو ممكن تهدم، والاختيار بيد البشر. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، كان معاكم ريكس. لايك، سبسكرايب، شير، ونشوفكم على خير. داس في دانيا.